رسالة صوتية مدتها 10 ثواني ممكن تعمل أزمة قانونية كبيرة. فقبل ما تبعت الفويس الجاي اسمع المعلومة دي. ناس كتيرة فاكرة إن الفويس مجرد كلام وخلاص، لكن الحقيقة في بعض الحالات الفويس ممكن تبقى جزء من الأدلة لو أمكن التحقق من مصدرها وصحتها. يعني إيه الكلام ده؟ مش فاهم منك حاجة أنا. حاضر هفهمك. يعني لو الفويس فيها تهديد أو سب وقذف أو اعتراف بأمر مهم أو اتفاق مالي، ممكن تبقى ليها أهمية قانونية كبيرة. لكن خلي بالك، مش أي فويس يبقى دليل قانوني، لازم يبقى الصوت واضح، صاحب الصوت معروف أو يمكن التحقق منه، ومفيش تعديل أو قص في التسجيل، ومحتوى الرسالة كامل ومفهوم. وأخطر غلطة إنك تبعت رسالة صوتية وأنت متعصب، إن كلمة واحدة أنت قلتها في لحظة غضب ممكن تفضل موجودة سنين. ناس كتيرة فاكرة إن لو حصل مشكلة إنك تمسح الرسالة وخلاص، لكن الطرف التاني ممكن يكون حفظها أو سجلها أو عمل لها نسخة قبل الحذف. ونصيحة مهمة جدا، انك قبل ما تبعت اي فويس تفكر، طب الفويس ده ممكن اندم عليه بعد كده؟ ففكر قبل ما تتكلم، ان احيانا الرسالة مدتها 15 ثانية ممكن تعمل مشكلة اكتر بكتير مما تتخيل. وبس قول لي في كومنت لو وصل لك فويس فيه تهديد، هتحتفظ بيه ولا هتمسحه؟ ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك واعرف حقك قبل ما يضيع، وتابعني عشان ما تغلطش الغلطة دي.